المشهد الافتتاحي بيبدأ براجل اسمه مايلو ستانفيلد اللي بيعاني من اضطراب طيف التوحد ASD. مايلو واقف في شارع في نيوجيرسي وبيراقب ست في محل ورد قريب، وفي وسط كده باين عليه إنه بيعمل شوية حسابات معقدة ليها علاقة بتوقيت الحاجات اللي بتحصل حواليه. مايلو بياخد باله من باص، ركاب جاي، وحفرة في الطريق، وفنان شارع، وراجل راكب عجلة وماشي بسرعة. بعد ما يلاحظ كل ده بيعدي الشارع وبيحط قلم على صندوق بريد جنب الحفرة بطريقة محسوبة. بعدها على طول سلسلة الأحداث اللي خططها بتحصل. تاكسي يعدي على الحفرة، المية تتنطر على القلم يقع على الأرض، وده يلفت نظر فنان الشارع اللي بيقرب علشان ياخده. في نفس اللحظة الراجل اللي راكب العجلة بيخبط في الفنان، وده بيخليه يخبط في صندوق البريد ويقع على عربية فاكهة جنبهم. الدنيا تتقلب في الشارع والكل بيتشتت، حتى سواق الباص نفسه، ولأن السواق بيتلخبط مش بياخد باله إن الإشارة بقت حمرة، وبيخبط نفس الست اللي كانت بتعدي الشارع وبيموتها في ساعتها. والناس تقول إن الرياضيات مش خطيرة. مايلو بعد كده بيمشي من المكان بعد ما يتأكد إن خطته مشت زي ما هو عايز. المشهد بيتحول بعد كده للعميلة الخاصة في ال FBI أوليفيا دينهم، اللي بتشتغل في اسم فرانك التابع للأمن الداخلي المتخصص في الظواهر الغريبة. واضح إنها رجعت الشغل بعد غياب طويل بسبب إصابة في دماغها. أول ما بتدخل مقر القسم بيستقبلها زميلها تشارلي وهو المشرف على الفريق. في الوقت ده رئيس القسم ألا والترنت بيشوف أن بيتكلم مع أحد المساعدين في المعمل فيليب برود بخصوص رجوع أوليفيا. فيليب بيقول إن دي مش أوليفيا الحقيقية، دي نسخة منها اسمها أرافو أوليفيا، يعني أوليفيا المزيفة، وبيعبر عن قلقه من فكرة إنهم يدخلوا واحدة مزيفة ضمن الفريق. وهنا بيتكشف إن أوليفيا اللي في المكتب فعلا مش الأصلية، دي مزيفة جايبينها علشان تاخد مكان الحقيقية. والترنت بيكشف السبب اللي خلاه يحتفظ بفوق أوليفيا في العالم ده، وإنه زرع في دماغها ذكريات أوليفيا الأصلية. بيقول إن فوق أوليفيا هي الوحيدة اللي تقدر تسافر بين العوالم من غير ما يحصلها ضرر، وهو عايز يعرف إزاي بتقدر تعمل كده. علشان كده بيقول لازم يخلوها تصدق إنها تنتمي للعالم ده. فيليب بيسأله ولو هويتها الجديدة ما ثبتتش، فيرد والترنت ساعتها مش هتكون لازمة. بعد كده تشارلي بيشرح للفريق عن حادثة باص شكلها عشوائية، ويقول إنها حصلت مرتين في الأسبوع ده وفي كل مرة الضحية ماتت، وبيطلب من فريقه يكونوا حذرين وهم رايحين يحققوا في المكان. بعد شوية فريق ال FBI بيوصل لموقع الحادث وبيبدأوا يتفرقوا يدوروا على أي خيوط أو أدلة. التحقيق بيتولاه عميل تاني اسمه لينكولن لاي، وبيكون وشه متشوه بحروق. تشارلي بتفحص الجثة وتاخد بصمتها علشان تجيب معلومات عنها، وبيكتشفوا إن اسم الست اللي ماتت هو جوليان فوستر. في نفس الوقت أوليفيا بتسأل سواق الباص اللي واضح إنه مصدوم جدا، وبيأكد لها إنه عمره ما خبط حتى طيور أو حيوانات قبل كده. وفي الوقت ده العميل ليه بيفحص المكان ويدور على أي علامات بيئية، بس ما يلاقيش حاجة غير إنه يلاقي نفس القلم الجافئ في مكان الحادث. بعد ما يسألوا الشهود أوليفيا تروح للي وتقوله إن الفنان في الشارع كان بينحني علشان ياخد القلم وقت ما خبط فيه الراجل اللي راكب العجلة، وده خلاه يقع على عربية الفاكهة. العميل لي بيستنتج إن القلم ده هو السبب اللي بدأ سلسلة الأحداث اللي انتهت بموت الضحية. تاني يوم في مقر فرانك العميل اللجأ وأكتشارلي بيحاولوا يلاقوا علاقة بين حوادث البساط اللي حصلت في اليومين اللي فاتوا. ليه بيلاحظ نفس أداء القلم الجافئ ده في صورة من أول حادث، وده بيخليه مقتنع أكتر إن في حد دبر سلسلة الأحداث دي عمدا. بعد كده بيروحوا يتكلموا مع عالمة رياضيات في القسم اسمها بون أستريد، وبيحكوا لها اللي حصل، بس هي بتقول إن مفيش بني آدم يقدر يتحكم في سلسلة أحداث بالشكل ده ويخليها تمشي في صالحه مرتين. وفجأة وهم بيتكلموا تحصل حادثة باص تانية شبه اللي قبلها، فتتصدم أسترد وتقول كأن 2+2 هتتخبط في باص. عملاء ال FBI يجروا على مكان الحادث فوراً وبيلاقوا إن الضحايا المرة دي لسه عايشين، ولما يسألوا الناس اللي كانوا هناك بيعرفوا إن كلب عدى فجأة في نص الشارع، وده خلى الباص يفقد السيطرة. في اللحظة دي أوليفيا تلاحظ قلم جاف شبه اللي شافته قبل كده بيتدحرج على الأرض، وساعتها تدرك إن سلسلة الأحداث لسه مخلصتش. تبص حواليها وتشوف
مايلو واقف على كوبرا فوق بيبص لتحت بشكل مريب. بعدها بلحظات راجل لابس سماعات أذن بيعدي الشارع، لكن عربية إسعاف داخلة تخبطه. أوليفيا تتأكد من شكوكها وتبلغ فريقها وبتجري ناحية مايلو. مايلو لما يشوفها على طول يبدأ يحسب سلسلة جديدة من الأحداث ويرمي عجلة من فوق الكوبري. ده يخلي الباص يغير مساره ويمشي تحت الكوبري اللي هو عليه. أوليفيا تمسكه تحت تهديد السلاح وتطلب منه يستسلم، بس هو يرمى نفسه من فوق الكوبري وينزل فوق سقف الباص ويفر هارب. بعد اللي حصل مايلو بيرجع البيت ويلاقي أخته مادلين قلقانة عليه، بتقوله إنها جايلها مكالمات كتير من المستشفى، لكن هو بيتجاهلها. تحاول تقنعه إنه يسلم نفسه وتقوله إنه تمادى جدا، لكن مايلو بيتوقع كلامها وبيكمل جملها لحد ما يسكتها. بعدها مادلين توريه حصان بلاستيك صغير تذكار من أمهم، ده بيخليه يتضايق ويمشي وهو بيقول إن الحكاية دي ملهاش لازمة دلوقتي. في نفس الوقت العميل اللي بيروح المستشفى علشان الكشف الدوري على الحروق اللي في وشه، وقبل ما يدخل غرفة العلاج يطلب من أوليفيا تركز على إنها تلاقي حاجة مشتركة بين الضحايا الثلاثة. أوليفيا تاخد كلامه على محمل الجد وترجع المقر وتبدأ تسأل شهود الحوادث. بعد شوية بحث تكتشف إن في علاقة بين الضحايا الثلاثة وبين داباون مركز طبي عيد معين، كلهم كانوا مرتبطين بالمركز ده بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. بتقول اكتشافها لتشارلي والاتنين بيروحوا فورا للمركز ده. أول ما بيوصلوا أوليفيا تلاحظ إن مجموعة من المرضى هناك بيستخدموا نفس الأقلام الجافة لأنهم مش قادرين يتعاملوا مع الأجهزة الرقمية. بعد كده يقابلوا دكتور كبير في المركز بيعرف كل الضحايا اللي ماتوا في حوادث الباص، بيشرح لهم شوية تفاصيل عنهم وبيوضح إنهم بيعملوا تجارب على مرضى عندهم مشاكل ذهنية بعمليات وتجارب هدفها تقوية الذكاء، وبيوريهم تسجيلات فيديو للمرضى. وفي وسط الفيديوهات أوليفيا تشوف ورب مايلو، ولما تسأله عنه الدكتور ألاليفان يقول إن مايلو كان واحد من المرضى دول وتعرض لنفس التجربة اللي خلت معدل ذكائه يزيد بشكل ضخم جدا. وبيكمل ويقول إن مايلو خرج من المستشفى تحت إشراف أخته وكان المفروض يرجع علشان يعكسوا تأثير الدواء، لكن دلوقتي مش بيرد على مكالماتهم وبقى بيقتل أي حد بيحاول يسيطر عليه. بعد ما يعرفوا عن أخته عملاء ال FBI يقرروا يزوروها، لكن من غير ما يعرفوا مايلو نفسه بيراقب أوليفيا وبيسجل كل تفاصيل تحركاتها وبيحسب خطوتها الجاية. بعد كده تشارلي وأوليفيا يوصلوا بيت مايلو، مادلين تستقبلهم، يسألوها عن مكانه لكنها بتقول إنها ما تعرفش. أوليفيا تحس إنها بتخبي حاجة فتحكي لها عن الجرائم اللي أخوها ارتكبها وقد إيه خطر يفضل حر. تشارلي يطلع يفتش أوضة مايلو، وفي الوقت ده أوليفيا تفتح قلبها وتحكي لمادلين عن أختها اللي ماتت وإزاي كانوا دايما بيساعدوا بعض. الكلام ده يريح مادلين شوية فتبدأ تحكي أكتر عن أخوها. بتقول إن مايلو بيقدر يتوقع نتيجة أي سلسلة أحداث بالتفصيل، وإنها الطريقة الوحيدة اللي تقدر تكسر تركيزه بيها هي لما توريه الحصان اللعبة اللي عنده من أم أوليفيا تقدر تقنعها إنها تقول كل اللي تعرفه وتأكد لها إنهم مش بس خايفين على الناس لكن كمان على سلامة مايلو نفسه. مادلين تديها ورقة فيها عنوان الفندق اللي مايلو قاعد فيه. بعد كده أوليفيا وتشارلي يقعدوا مع أسترد يناقشوا خطة للقبض على مايلو، بس بسرعة يدركوا إن مفيش خطة هتمشي لأنه بيقدر يتنبأ بكل خطوة منهم، فبيقرروا يروحوا الفندق على طول من غير أي دعم. وفي الوقت ده مايلو بيكون في أوضته في الفندق بيبص من الشباك وبيتخيل كل السيناريوهات اللي ممكن تحصل في الدقايق الجاية. بقدرته بيتنبأ إن الأوليفيا وتشارلي هييجوا قريب وإنهم هيجروا وراه، وبيحسب كمان إنه يقدر يقتل أوليفيا لو جذبها لمنطقة معينة في موقع إنشاءات فيها الهواء خفيف جدا علشان تختنق ويدفنها تحت حمولة طوب وأسمنت زي ما توقع بالظبط. العاملين يوصلوا الفندق وبيلاقوا مايلو مستنيهم في الشارع، هو يجري ناحية موقع الإنشاء وهم يجروه وراه. أوليفيا اللي مش واخدة بالها من علامات التحذير بتاعة منطقة الهواء الضعيف تتدخل جاري من غير ما تلبس جهاز التنفس، وده يخلي حسابات مايلو كلها تغلط لأنه ما كانش متوقع إنها تعمل كده. كمان بتتفادى كومة الطوب اللي كان حاسب إنها هتقع عليها، وده يخليها يتصدم إن توقعاته فشلت. وفي الآخر أوليفيا تمسكه، بس في اللحظة دي هي نفسها كانت هتختنق بسبب نقص الأكسجين.
ولولا إن تشارلي وصل في آخر لحظة وجابلها جهاز التنفس كانت ماتت. بعد ما كل ده يخلص تشارلي يسألها ليه ما وقفتيش تلبسي جهاز التنفس؟ فترد عليه إنها ما كانتش عارفة معنى علامة التحذير أصلاً. بعدها أوليفيا تاخد أنا مادلين وتوديها المستشفى، وهناك بيشوفوا مايلو بيتفاعل مع كمبيوتر خارق. الدكتور يقول إن الدواء اللي زود ذكائه فضل في مخه فترة طويلة جدا، علشان كده بقوا مش قادرين يعكسوا تأثيره. دلوقتي دماغه بقت متطورة لدرجة إن بس الآلات هي اللي تقدر تفهم أفكاره. مادلين تتأثر جدا بالكلام ده وتدخل الأوضة وتحط حصان اللعبة قدام أخوها. وفي نفس الليلة أوليفيا وهي في بيتها يجيلها رؤية لبيتر حبيبها من كون تاني، بيقولها إنها مش من العالم ده، وبيفكرها إن جهلها بالعالم اللي هي فيه هو اللي أنقذ حياتها قبل كده، لأنها لو كانت عرفت علامة التحذير كانت وقفت وماتت هناك. بيتر يشجعها إنها تحاول تفتكر كل ذكرياتها، وبيحضنها وبيبوسها قبل ما يختفي،